بدنا نحكي لكم عن الحمام الشامي وكيف كان مصنوع الحمام الشامي القديم. السلام عليكم. نحن هلا بقاعة الحمام الدمشقي. طبعا الحمام الدمشقي معروف بالبراني والوسطاني والجواني. اما هذا الحمام بيختلف نوعا ما عن الحمامات الدمشقية. هذا الحمام كان خاص لوالي الشام وعائلته، كان يسمى قديما حمام الباشا. اما فينا نقول هو نموذج للحمامات اللي موجودة بسوريا وبدمشق بشكل خاص. طبعا مشهورة بالأقسام الثلاثة اللي ذكرناهم، البراني والوسطاني والجواني. طبعا هون نحن هلا بالقسم البراني، أول ما بيجوا على الحمام اللي معه أمانات في لها أماكن خاصة، وبيتم تغيير الملابس. طبعا بيلبسوا لباس خاص بالحمام، وبعدين بياخذوا مناشف وبفوتوا تدريجيا على الوسطاني ومن ثم على الجواني. طبعا من هون ببلش تبدأ القسم الوسطاني. طبعا بشكل عام الفرق بين البراني والوسطاني والجواني هو تناوب درجات الحرارة. نحن هلا بالوسطاني عندنا نموذج للحلاق، عندنا صحن مراية للحلاقين قديما، بالإضافة لشلال مع بحرة مي صغيرة. بيعتبروا الوسطاني بشكل عام هو فاصل بين الخارجي والداخلي. الفتحات اللي بالسقف هي بنقل إضاءة طبيعية تعتمد على انعكاسات أشعة الشمس. طبعا كل هذا القسم الوسطاني يمتد لعند هالباب. هلا نحن صرنا بالقسم الجواني. بالصدر عندنا بيت النار، فينا نشوفه من البلور. طبعا بيت النار يعني الطريقة البدائية لتسخين المي بالحمامات الدمشقية. تجي مي حامية مي باردة موزعة ضمن الحمام. هي اسمها فتحة البخار أو بسموها الساونا القديمة. وبالبلور حاطين نموذج للعدة الدمشقية، صابون، كيس حمام، ليفة أو ليف اللي مثل الطوق هي للعطر، اسمها ترابي دمشقية معطرة. بالإضافة للتنظيف عندنا قسم خاص للمساج. في كل حمام دمشقي في معلم للمساج موجود ضمن القسم الداخلي أو القسم الجواني. الحمام بصير بشكل اعتيادي بالقسم الجواني، واحيانا بصير بالقسم الوسطاني. طبعا ممدد المي بشكل نظامي، تحت مي حاميه وفوق مي بارده بالجواني وبالوسطاني. طبعا هون مخصص للاستراحه، شاي، قهوه، ارتيلي، واحيانا كانوا يعملوا حفلات فنيه او يجيبوا حكا. نعم بالقسم البراني. نلتفت لورانا شوي، هي بسموها بقجه الحمام. خصصنا اللي على اليمين للعريس واللي على اليسار للعروس. المقصود قديما ما كان في صالات افراح، كانوا يجيبوا العرسان على الحمام ويعملوا احتفالات شعبيه مثل ما شفنا بالمسلسلات بالتلفزيون العربي السوري. شكرا، يعطيك العافيه. اهلا وسهلا.